السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. خلاص بقى عيد الفطر فاضل عليه يومين بالظبط. طبعا لازم أول يوم العيد كوباية الشاي بلبن مع القرص الطرية الجميلة مع شوية النواعم الحلوين اللي احنا عملناهم مع بعض، وبألف هنا وشفا. قولوا لي بقى كده في الكومنتات، انتوا من أنصار الرنجة والفسيخ ولا من الشاي بلبن والقرص؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده القرص الطريه الفلاحي على اصولها بمكونات بسيطه جدا. هعمل معاكم في الفيديو مقدار 4 كيلو، هسيب لكم في اول كومنت مثبت والديسكربشن بوكس مقدار ال 4 كيلو والكيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجه كده في المكونات معايا 4 كيلو من الدقيق، كوبايه من السكر الابيض الحبيبات، معايا قطعه من الخميره البيره حوالي 30 جرام، معلقه كبيره من البيكنج باودر حوالي 10 جرام، معايا 8 معالق كبار من السمسم المحمص، 3 معالق كبار من اللبن البودر، معلقه كبيره من الكريم شانتيه. دول الثلاثه دول اختياري. معايا كمان فانيليا ودي كمان اختياري. معايا كيلو 200 جرام من الزبده انا مدوباها بس مش سخنه، ومعايا لبن دافي للعجن. اول حاجه كده هبدا على طول على الدقيق احط السمسم، وزي ما قلت لكم السمسم واللبن البودر والكريم شانتيه والفانيليا كلهم اختياري، بس بصراحه بيدوا تيست حلو جدا جدا للقرص. على الدقيق بقى حطيت السمسم، حطيت اللبن البودر، الكريم شانتيه والبيكنج باودر. هسيب الخميره والسكر دلوقتي. هبدا على طول ان انا اقلبهم مع بعض، وكنت نسيت ان انا احط الفانيليا، هحطها برضو هقلبهم مع بعض كويس جدا. محتاجه كل حاجه تتجانس مع بعضها كويس عشان كل قرصه يبقى فيها كل النكهات. هنا حطيت الفانيليا، هديهم برضو تقليبه مع بعض. صلوا على سيدنا محمد. طول ما انتوا بتعملوا الحاجه اذكروا الله، ان شاء الله الحاجه تطلع معاكم في منتهى الجمال. هبدا بقى ان انا اعمل تجويف كده في نص الدقيق عشان انزل على طول بالزبده واللبن. هنزل بالزبده، شايفين فيها قطع لسه ما دابتش، انا ما سبتهاش على النار كتير عشان ما تبقاش سخنه معانا، انا بس بفككها. وحطيت كمان شويه من اللبن. هبدا بقى في ايدي كده اخد الخميره مع شويه من السكر، وهحط عليهم بقى شويه من الزبده واللبن، وهبدا ان انا افركهم كده بين ايدي عشان ادوب معايا الخميره. وهبدا على طول بقى ان انا الم العجينه بتاعتنا. احنا مش بنحط الزبده لوحدها ولا اي حاجه، ولا بنبس الدقيق ولا اي حاجه خالص، احنا بنحط كل المكونات على بعضها ونبدا ان احنا نعجن العجينه ونلمها. العجينه بتاعتنا تكون طريه ومش بتلزق وتكون ناعمه معانا، هتبقى في منتهى الجمال وهتديكي نتيجه حلوه جدا جدا للقرص. ما تزوديش الزبده عن 300 جرام، 300 جرام للكيلو، عشان خاطر كل ما تكتري الزبده القرص الطريه هتنشف معاكي شويه. اهم حاجه بقى ان القرص الطريه تتعجن بلبن او لبن وميه، ميه بس صراحه مش مستحبه عشان برضو ما تنشفش معاكي. انا خلصت هنا شويه حلوين كده من اللبن، هبدا بقى ان انا الم كل الدقيق ده بشويه من الميه، خدتها على الارض بقى عجنتها كويس جدا لحد اللهم بارك العجينه معانا طريه ومش بتلزق وناعمه وفي منتهى الجمال. هبدا بقى على طول ان انا اقطعها قطع صغيره قد البرتقانيه الصغيره او قد الليمونه الكبيره كده بالشكل ده، وهحطها على طول في الصاجات اللي احنا هنخبز فيها. شايفين بقى جمالها اللهم بارك، السمسم بيديها طعم حلو جدا، وكل الاضافات اللي احنا حاطينها بتديها طعم حلو جدا، ما تستغنوش عنها وحاولوا ما تستغنوش عنها. هقطع بقى كل الكميه بتاعتنا، ما شاء الله ادتنا كميه حلوه جدا ال4 كيلو. عايزه اقول لك ان انت تحطيها في الفريزر، تطلعيها في الميكرويف او تسيبيها بره تهدى شويه وتاكلي منها، بتبقى طعمها حلو قوي. اول ما اخلص الصاج هبدا على طول ان انا افرد اول واحده انا قطعتها، وهفرد الصاج كله، وبعد كده هسيبها لحد ما تخمر قبل التسويه. التسويه بتاعتها على درجه حراره 200، الرف اللي هو فوق الصاجه على طول، يعني قريب من الصاجه. مشغله من تحت بس لحد ما تستوي معانا، اشغل شويه تاخد لون وبس كده هطلعها على طول. ببدا بقى قبل ما ادخلها الفرن بعد ما خمرت طبعا، هبدا ان انا اخرمها بالشوكه بالشكل ده عشان ما تنفخش معانا وتبقى زي رغيف العيش كده، وكلها يبقى حجمها حلو وتبقى طعمها كمان حلو جدا وشكلها كمان بيبقى حلو قوي. هخلص بقى كل الكميه، اللهم بارك ادتنا كميه حلوه جدا. لو شفتوا الفيديو بقى على الفيسبوك او التيك توك ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي فولو. لو على اليوتيوب ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اعذروني اتاخرت عليكم شويه بس كنت تعبانه جدا الحمد لله. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. شايفين جمال القرص؟ انا مش عارفه ليه بجيبها كلها على بعضها كده بحس ان هي غامقه، بس لما بقربها بتشوفوا اللون بتاعها بتبقى واخده لون ذهبي فاتح كده جميل قوي. التصوير بصراحه ظالمها جدا. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش كمان تدعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا يحفظهم وينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. شايفين جمال التسويق؟ اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.